لو مسافر بعربيتك في الصيف ده، ايه هي الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها؟ اول حاجه هتعملها المراجعه على كل السوائل بتاعه العربيه. ميه القربه بتاعه الرادياتير، ودي مكانها بيختلف من عربيه لعربيه، بس ده الشكل اللي بيكون موجود على الغطا بتاعها. زيت الموتور لو محتاج يتغير لازم تغيره، او لو المقاس بتاعه ناقص لازم تظبطه. ده بتعرفه عن المقاس اللي بيكون موجود في الموتور، بتطلعه وتمسحه، بعد كده بترجعه تاني مكانه والعربيه مبطله طبعا، ترجع تشوف المقاس مظبوط ولا لا، ولو ناقص بتزوده. وكمان بتشوف اللون بتاع الزيت، لو محتاج يتغير لازم تغيره. وكمان بتراجع على الزيت بتاع الفتيس، ده بيكون فيه مقاس برده موجود، بتطلعه وتشوف المقاس بتاع الزيت مظبوط ولا لا. ويا ريت نبص على الزيت الباكن بتاع الفرامل، دي بتكون علبه صغيره في الصدر بتاع العربيه، تفتحها وتشوف هي ناقصه ولا لا. واخر حاجه بتراجع عليها في السوائل هي ميه المساحات، علشان انت ماشي على الطريق بسرعه في حاجات بتطير على الازاز وبتخلي الرؤيه مش واضحه، فلازم تكون ميه المساحات مليانه وانت مسافر. تاني حاجه مهمه هي المراجعه على الكاوتش بتاع العربيه. بتطلع على اي محل كاوتش بتاع عربيات جنبك، بيفك لك الاربع عجلات ويكشف عليهم، لو في اي عجله فيها خرم بيعملها لك. وكمان ترصص الاربع فرد، عشان الترصيص وانت ماشي على السرعات بيكون مهم جدا، علشان ما تحسش ان في رجه تحت